الشامي عم يبكي؟ ايه والله، هي الحقيقة. صح الشامي دمع عيونه وبكي، بس هي دموع الفرح والإنجازات. هدول الدموع بيعبروا عن الحلم يلي كان يحلمه الشامي وعم يشوفه واقع قدام عيونه. الشامي كان على مسرح جرش للثقافة والفنون بالأردن، يعتبر من أهم 3 مسارح عالمية. هذا المسرح وقف عليه فنانين مثل جورج وسوف وماجد الرومي وعبير نعمة. طبعا وجود الشامي على هيك مسرح بدل على أنه فنان حقيقي، ما انه ظاهرة مثل ما البعض بيطلع وبيحكي. هلا الشامي تأثر مو لأنه شايف جمهور كبير واقف قدامه، لأنه بكل حفلاته جمهوره بيتفاعل معه. يمكن الشيء المميز اللي خلاه يتأثر هو المكان العريق يلي موجود فيه. طبعا ما بيخلى الأمر من بعد الانتقادات السلبية اللي واجهها الشامي على أنه لساته فنان صغير على هيك مكان كبير. بس صدقوني، هدول العالم نسبة كتير قليلة للعالم اللي كانت داعم الشامي وعم تتفاعل معه بشكل إيجابي. أنا بشوف الشامي قدوة لكتير من العالم اليوم. أنتوا شو رأيكم بعد الشي اللي عم تشوفوه وتسمعوه عنه؟